مني إذا بدك تسمعها صلي على محمد وآل محمد. التفت الرواية جيدا. النبي كان ذات يوم ببيت عائشة، عيوش، سامعين بعيوش؟ النبي قاعد ببيت عائشة. اسمع الرواية. طرقت الباب، النبي جالس على الفراش. هي أول مرة بقولها على المنبر هاي الرواية بأبي الجامع. اسمع الرواية. طرقت الباب، النبي قال يا عائشة افتح الباب، هذا أبوك أبو بكر على الباب. عائشة أسرعت فتحت الباب. لمن؟ لأبيها أبي بكر. فتحت الباب، ادخل. دخل النبي ما تنحنح، ما قام من مقامه. قال السلام عليك يا رسول الله. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جلس أبو بكر. بعد لحظات طرقت الباب، قال يا عائشة افتحي لقد جاء صاحبه. قامت عائشة فتحت الباب وإذا بعمر على الباب. ادخل. دخل عمر. اجلس. جلس. النبي ما تنحنح، ما قام، ما تحرك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بالمرة الثالثة اجى عثمان. قال النبي يا عائشة افتح الباب لقد جاء صاحبهم. كذلك النبي ما تنحنح، ما قام، ما وقف. ادخل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والذي نفس محمد بيده. بالمرة الأخيرة بعد دقائق طرقت الباب. تقول عائشة شفت النبي كان جالس، قام قائما على قدميه حافي القدمين يهرول. فتح الباب وإذا بأمير المؤمنين علي على الباب. عائشة هون لعب الفار بعبها على تعبيرنا. انزعجت. عائشة معروف بالروايات، يعني اللي يسمعني ما مستحي من أحد، عم يعطيني معاش يقصد، بحكيك الحق أنا. التفت بالله عليك. عائشة مولانا كانت تتكهرب من اسم علي، هذا بالتاريخ معروف، كل من يقرأ التاريخ بيعرف. عائشة كانت تتكهرب من اسم ماذا؟ من اسم علي. التفت. قالت ليش؟ اجى أبي ما قمت. اسمع، انت صليتوا على محمد وآل محمد بس ما عرفتوا شو سر الرواية، حتى تعرفوا صلوا على محمد وآل محمد. قالت اجى أبي أبو بكر ولو ما قمت ظليتك جالس. جاء عمر بقيت جالس، جاء عثمان بقيت جالس. شو معنى علي قمت تركض إلى الباب وكنت رح توقع يا رسول الله؟ قال والله لما طرق علي الباب ازدحمت ملائكة ربي، ملائكة العرش واللوح والقلم والجنان، وقد تعاركوا على الباب أيهم يفتح الباب لعلي. فقمت أنا وقطعت النزاع بين الملائكة لأفتح الباب لأمير المؤمنين علي. يعني علي بضاعة نظيفة، هيك معناتها شيء غير فلان وعلان، لا يقاس بغيره. أصلا علماءنا يحرمون المقايسة، مين أفضل ومين شو قايس الناس، مثل عم يقايس بين الله وإبليس والعياذ بالله.